ماشي عشان اقول. قولي. السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا بتكلم من قدام الكعبة الشريفة. النهارده صلينا المغرب والعشاء، وامبارح عملنا العمرة. الحمد لله، عقبالكم كلكم يا رب، يرزقكم بعمرة وحج. عبارة مناسك العمرة ايه عايزة اقولها لكم عشان تبقوا عارفين لو حد هيطلع عمرة ان شاء الله او يحج. بتغتسلي في بيتك او في الفندق، وبتسرحي شعر، ما تسرحيش شعرك، تلميه كده وبميه بس، وبعدين بتنوي تصلي ركعتين، تقولي نويت اعمل عمره لنفسي، اللهم يسرها لهم ان حبسني حابس فمكاني حيث حبسني، واللهم يسرها لي وهونها عليا وتقبل مني. وبعدين بتنزلي تروحي على الطواف، بتطوفي هنا 7 مرات. بتبتدي من عند، هجيب لك شايفين مش باين هنا هتلاقي لمبة خضراء، اللمبة اهي اللمبة الخضراء. من اول اللمبة الخضراء دي بتروحي رافعة ايدك اليمين وتشاوري على الكعبة وتقولي بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، وتسبحي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين تعملي بقى 7 اشواط وتدعي اي ادعيه انت عايزاها. طبعا اول ما تشوفي الكعبه بتقولي اللهم اجعل دعائي من المستجابين، اللهم اجعل دعائي مستجاب وادخلنا الجنه، ده اهم حاجه. تعالي يا حبيبتي. وبعد كده تخلصي الطواف، كل ما تلفي الشوط لو معاكي اي حاجه بقى تعلمي زي التوك بتاعت الشعر كده، تلبسي 6 وحدات في ايدك اليمين وتنقلي. عملتي خلصتي الشوط الاولاني تروحي نقله للشوط الثاني لحد ما تخلصي 7 اشواط. وبعدين بتروحي على الصفا والمروه، برضو بتعملي 7 اشواط. بتروحي من الصفا تبتدي تقولي ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده وصدق عهده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. كل ما توصلي عند المروه تقولي برضه رحتي عند المروه بقى 1، ترجعي عند الصفا بقى 2، تخلصيهم تروحي كده عمرتك خلصت. وتقصي شعرك، انا بتكلم ده للنساء، قصي شعرك بقى لما تروحي في الفندق، ما تقصيش عند المروه قدام الناس كلها، بيبقى فيه رجاله فحرام. لما تروحي عند الفندق تقصي، وعمره مقبوله ان شاء الله. وانا حبيت اقول لكم موجز كده عن مناسك العمره، يا ربنا يديها ينولها الكل مشتاق يا رب، امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.